سلام الحباب، كي بقيتو لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير يا رب. اليوم ان شاء الله غنقدموا اكله 100% غرباويه مردود. كنحتاجوا له الطعام البنات غليظ شويه. اللي ما عندهاش الطعام يمكن لها تستعمل المحمصه، جوج مطيشات محكوكين، قزبر ومعدنوس مقطع رقاق، بصله، الشحمه، ثومه تقريبا شي 4 د الفصوص، الزيت، العدس احمر والعدس العادي الخضر. واللي عندها الحمص البنات ضيفوا، انا ما عنديش مفزك ما درتوش. في العطريه عندنا الخرطوم، عندنا سكينجبير، السودانيه الحمراء، القزبر مدقوق وشويه راس الحانوت البنات. كتجي زوينه مع الشتي وتبارك الله. هاد الليله كطيح الشتا جات واعره البنات. في الاول كنديروا البصيله كنكبوا عليها شويه الماء وكنخليوها تنزل. ما كنديرش عليها الزيت البنات باش ما تحرق ليش الزيت. كنضيفوا الملحه. انا هنا راه درت ديك اللعيبه اللي دير ما قنعتنيش، راه درت بالمعلقه صافي. واحد المعلقه صغيره ما عامره جد الملحه، حيت ديجا الطعام فيه الملح ما خصهاش تجي مالحه. صافي البنات كنخليها تتنزل مزيان البصله باش ما تجيناش في الطعام ديالنا باينه كتبقاي تغزغزي البصله. ما كتعجبنيش انا في الماكله كتغزغز، كتعجبني البصله طايحه مزيان. كنخليوها تنزل على خاطرها حتى كتولي بحال القهويه عيب الماء. شتو البنات هنا راه نزلات كما كتشوفوا، راه ولات كتبان مارو. غنزيد دوك الثوم محكوك تقريبا قلت لكم شي 4 د الفصوصات الثومه محكوكين، وكنخليها عاوتاني تنزل وكنزيد عليها شويه الزيت. دابا عاد كنضيف الزيت، تنزلات لي البصله. دابا عاد كنضيف الزيت وراه باقا شويه د الماء، ما كتحرقليش الزيت ديالي، باقا شويه د الماء. وضفت عاد الزيت باش ما تحرقش البصله. دائما الزيت ما تضيفوهاش بوحديتها على اي حاجه كتبغيو تقليوها، دائما نضيفوا شويه د الماء اولا مطيشه. بحال كانت شي اكله فيها مطيشه ماشي مشكل، لكن الا كانت ما كايناش كاين شويه د الماء، ديروا شويه د الماء، ما تخليوش الزيت تحرق بوحديتها، خصوصا الزيت البلديه. صافي البنات كنستمروا في التحريك حتى كتدبل مزيان، كنعطيوها وقتها ضروري. ايوا هنا البنات اللي ما مابونيش يدير ابوني وبارطاجيوها البنات وديروا لايك. هنا البنات زدت الشحمه دايبه وراه دايرها في الثلاجه، جوج تقريبا 2 معالق كبار ديال الشحمه. كندوبها البنات واحد الطريقه. كنشد الشحمه كتكون عندي ديجا من هذا كنحتفظ بها في الفريكو، من كنكون غنحتاجها ولا كيكون عندي شي وقت خاوي كنقطعها، كنديرها في شي كوكوط وكندير شويه الزيت شويه وكنسد عليه على عافيه مهيله كتبقى تذوب. اللي داب كنديرو في واحد كاسرونه ولا شي حاجه ديال الاينوكس وكنخليه حتى كيبرد، وكنديرو في قرعي وكنديرو في الثلاجه. من كنحتاجو بحال هكا في شي اكلات كنضيفوها البنات، كتبقى زوينه. من تجيو دووها ديروا شويه الملحه كتبقى بنينه وكتبقى زوينه. من كديروها في شي اكلات كتجي بنينه البنات. حتى هاد الاكله جات واعره. هنا ضفت ما 2 مطيشات محكوكين. هادو 2 مطيشات محكوكين العطريه اللي وريتكم كامله حتى هي كنضيفها وكنستمر في التحراك. قلت لكم البنات جات واعره هاد الاكله، كتجي زوينه مع داك راس الحانوت مع ديك العطريه كامله. هنا البنات ضفت العدس وضفت شويه الماء، ضفت القزبر حتى هو. ملي ضفت الماء ضفت القزبر صافي وغنحرك صافي وغنخليوه غيتقلى شويه بديك المياه ديالو. صافي خليته البنات شويه. انا جيت سديت عليه الكوكوط صافي باش نستغل الوقت. كان عندكم الوقت راه تخليو الكوكوط محلوله راه غادي يطيب العدس. لكن كتب باغي صافي انا خليته هنا يطيب حتى نحسوا بالعديسه ديالنا طابت. عاد ان شاء الله صافي هنا راه حليت، راه العديسه طابت. هي كنزيدوا عليها شتي انا قلبت هنا العدس راه طاب ليا. غنزيد الطعام شويه بشويه كامل. كتجي واعره البنات يجربوها، كتجي زوينه وخصوصا في البرد. كيجي واحد المذاق ديال الشحمه مع ديك العطريه مع راس الحانوت مع زويته بلديه مع الثوم والبصله ديال البرد وديك السودانيه. كتلاحظوا البنات انا راه ما كنديرش البزار، ما كنطيبش به، كنطيب غير بالسودانيه. لحقاش انا البزار ما كنطيبش به، كيضرني في المصران. كنطيبش به اي حاجه، يا طعام يا مدوسه يا مرقه كل شيء كنديرو بالسودانيه. هنا البنات كنستمر كنضيف على حساب كنشوف. لا نشوف لي راه خليت الماء حدايا، لا نشوف لي كنزيد الماء حتى طاب البنات. وهنا هذا هو الشكل النهائي ديالو كما كتشوفوا، راه الباخ ديالو طالع جا زوين. درتو في ديك القصيريه، ما نكذبش عليكم البنات جا رائع. نتمنى تجربوه.